مراجعة رواية لعنة السلالة للكاتبة سمر موسى على أثير راديو بودكاست لايف، مساحة صوتية إبداعية للجميع، ومع نبذة عامة عن الكاتب والكتاب. فالكاتبة سمر موسى من دولة مصر تخرجت في كلية الآداب والإعلام، وحصلت على دبلوم في التخاطب والتربية الخاصة. صدرت لها عدة أعمال إلكترونية قبل إصدارها الورقي الأول، هذا في 2023-2024 عبر دار الصومعة للنشر والتوزيع. النوع الأدبي: رواية تنتمي إلى عالم الفانتازيا، السفر عبر الزمن، الجريمة والرومانسية، مكتوبة باللغة العربية الفصحى. العدد نحو 180 صفحة. الطبعة الأولى صدرت في مارس 2024، وبعض المصادر تشير إلى كانون 2 يناير 2023. الحبكة والأفكار المركزية: الرواية تدور حول سلالة من الفتيات لديهن قوى خارقة، لكن جماعة ظالمة تحملهن تهمة التعاون مع الشيطان وتلاحقهن بهدف الإبادة. النبوءة تشير إلى وجود مقدر قادر على إنهاء هذه الجماعة، وتبدأ أحداث سريعة تجمع بين الخوف، الحماية، التنوع العاطفي، واكتشاف الذات. الشخصية الرئيسية ليوني تدور حوله العديد من الصراعات الداخلية والخارجية، خصوصا في علاقته المعقدة مع فتيات تلك السلالة. وتظهر هبته الجسدية عبر اختفاء وظهور متكرر، مما يضفي غموضا وتشويقا على الحبكة. الإيجابيات: الهبة والقوة السردية، القدرة على خلق عالم خيالي مشوق ويدمج بين السحر والواقع، ويستدعي أسئلة حول الحق والباطل، الشائعات والحقائق. أسلوب الكتابة: استخدام عربي فصيح في السرد والحوار، ما يجذب القراء الباحثين ويعبر عن الجودة اللغوية العالية. غموض وتوتر مستمر، وجود تهديد دائم. علاقة الدم واللعنة يجعل التحول في الشخصيات والسرد أكثر تأثيرا وتشويقا. والخلاصة: لعنة السلالة رواية افتتاحية قوية وساحرة للكاتبة سمر موسى، تجمع بين الغموض والفانتازيا والعاطفة. تستحق القراءة، خاصة للباحثين عن عمل عربي أصيل بلغة راقية، يقدم فكرة فانتازية من منظور عربي فريد. رغم قصر طولها نسبيا، فإنها تترك أثرا واضحا وتفتح الباب لقراء ولقراءة أعمال مستقبلية توسع هذا العالم الروائي.